السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في منوعات سميرة أم يونس. فيديو جديد ونهار جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. واحد الوصفة اقتصادية جدا وكتحضر في الدقيقة الأخيرة. ممكن تعتمديها في هذا الشهر الكريم، أو تعتمديها في الأيامات الماجية مع شي شوربة كتجي رائعة بزاف، بدون عجين بدون دلك، يعني بسيطة للغاية. كتحضر في الدقيقة 90 وبمقادير جد بسيطة كما غتشوفوا في لا فيديو. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويرغبكم ان شاء الله، وما تبخلوش عليا فيه باللايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. ونخليكم مع لا فيديو وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله واصحابه اجمعين. بالنسبة للحشوة البنات غادي نحتاجو عندي هنايا واحد نص ديال الفلفله حمراء ونص تاع الفلفله خضراء اللي كان عندي في المجمد، وعندي واحد البصله هنا كبيره اللي شلطتها رقيقه كما كتشوفوا. غادي نضيف لها الزيت وغادي نديو ان شاء الله كلشي فوق النار يتشحر لينا. هنا ضفت لها غير الزيت النباتي البنات، ممكن تضيفوا زيت الزيتون الا بغيتوا. انا كما كتلاحظوا حطيت البصله والفلفل ديالي فوق النار تكون مجهوده. كنجبدوا البصله البنات والفلفله هما الاولين باش يبردوا معنا. ضروري هاد المرحله ما نديروها. بعد ما دبلت لينا البصله والفلفله غادي نضيف التوابل. هنا عندي راس معلقه ديال التحميره، وعندي كذلك راس معلقه ديال البزار. بالنسبه للتوابل خديت بغيتو، وعندي راس معلقه ديال الكمون. وغادي نضيف الملح على حسب الذوق، ما نكثرش الملحه لان مازال غادي نديرو الفرماج ومازال غادي نديرو ان شاء الله الزيتون. صافي نخليو البصله ديالنا طيب مزيان، لان هاد اللي كيشا البنات بدون عجين راه دغيا كيطيبوا في الفرن، ما كياخذوش واحد الوقت طويل، لذلك خاص الخضره ديالنا تكون طيبه. صافي هنا غادي نطفيو على البصله ديالنا وغادي ندوزو نكملو باقي التحضيرات ديال هاد ديال الكيش ديالنا. صافي هنا غادي نحتاجو 2 بيضات. بالنسبه للعجين البنات غادي نحتاجو 2 بيضات. بالنسبه للحشوه ديال البصله والفلفله البنات غنزيد ليها واحد العلبه ديال الثوم. ممكن نديرو الدجاج، ممكن نديرو اي حاجه بغينا. انا متوفر عندي الثوم غادي ندير لها الثوم. صافي هنا عندي كما سبق وقلت 2 بيضات. غادي نضيف شويه الملحه، شويه تاع الابزار، غادي نضيف كأس ونصف من الحليب عادي من الخنشه، يعني من الكرتونه ديالو. غادي نضيف كاس ديال الدقيق حتى هوك. غادي نضيف هنا كاس ديال الدقيق. هاد الوصفه البنات كتحضر في الدقيقه 90، يعني ساهله معنا دغيا كتحضر معنا. هنا عندي معلقه صغيره ديال الخميره تاع الحلويات. صافي نخلط الخليط مزيان كينسجموا لينا جيدا حتى ما يبقاش يبان لينا الدقيق بلي راه داير لينا دوك الكويرات ديالو. هانتوما شوفوا الخليط ديالي كيفاش ولا. دابا غادي ندوزو نعمرو ليمون ديالنا.
بالنسبه لليمون البنات عندي هاد الفرديين اللي ديجا دهنتهم بشويه ديال الزيت ورشيتهم بالدقيق، هما اللي غادي نستعمل. ضروري البنات هذوك الحبيبات ديال الدقيق ما يكونوش معنا. بالنسبه لهاد العجينه البنات راه تقدروا تزيدوا ليها البودره الثومه، الثوم بودر او البصله بودر. البنات انا ما متوفرينش عندي، اكتفيت غير بالملح والابزار. صافي ندوزو نوجدو الليمون ديالنا ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا راني ضفت ديك العلبه ديال الثوم. صافي نبدا نوزع في الليمون ديالي بهذه الطريقه، تنديروا تقريبا 2 معالق من الحشو. نحاول نوزع هو الاول عاد نقادها. يمكن نستعملوا غير يدينا، ما كاين ما احسن من يدينا البنات الصراحه. كثرت فيها، نقص شويه. بالنسبه للحشو البنات راه درت غير معلقه صافي. الله يجعل البركه. صافي نحاولوا نقادو كلشي. صافي دابا عندي كميه قليله ديال الزيتون. اللي ما بغاتش دير الزيتون لا ديروش، ماشي مشكل. ديما حنا كنقادو الحشوه في الليمون ديالنا. صافي دابا غادي ندوزو نديرو العجين ديالنا. صافي نكبو العجين ديالنا حتى نشوفو الليمون ديالنا عمرو. ممكن البنات نديرو في مول عائلي، لا متوفرش عندنا هاد المولات الصغار، نديرو في مول عائلي حتى هو كيجي مزيان. صافي نستفهم في الطاوه ديال الفران بعد ما غادي نحك عليهم الفرماج. ندوزو دابا نحكو عليهم. صافي غادي ندوز البنات، غادي نستفهم في الطاوه. بالنسبه للفران البنات راه سخون، كندخلهم الفران يطيبوا. بالنسبه للفرماج البنات ما نديروش من دابا، من الاحسن نخليو حتى طيطيب معنا هذه الكيش ديالنا. عاد نحكو الفرماج فوق من الاحسن. صافي ندخلهم الفران اللي سبق وسخنت، ورجعوا ان شاء الله باذن الله ملي يطيبوا نرجعوا هما مازال سخونين نحكو عليهم الفرماج ونزينوهم بحبه تاع الزيتون الاسود وهما واجدين ان شاء الله باذن الله. لاول مره كيشوف منوعات سميره أميونس يشترك فضلا وليس امرا ويفعل الجرس باش توصل بجديد الوصفات، وما تبخلوش علينا باللايك عفاكم الله يسهل عليكم، ومشاهده الفيديو من الاول حتى الاخير، البارطاج مع الاهل والاصدقاء. نخليكم تطيبوا الكيش ديالنا ورجعوا ان شاء الله باذن الله. رجعنا البنات بعد ما طاب لينا الكيش ديالنا، ها هو الشكل ديالو كيفاش تيكون.
هنا البنات هو مازال سخون. يلا خرجنا من الفران، نزينو بشويه ديال الموتزاريلا. بالنسبه للحشوه البنات راه ممكن ديروا فيه تحكوا جزر او البطاطا. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، اي خضره متوفره عندكم البنات راه ممكن تزيدوها. كما شفتوا انا درت غير البصله والفلافل، راه ممكن تزيدوا اي حشوه اي خضره عفوا عندكم راه ممكن تضيفوها. هنا كما كتشوفوا راني درت موتزاريلا، غادي نزيد بحبه ديال الزيتون وغادي نعاود ندخلهم الفران اللي طفيتو. الفران مازال سخون. ما تبخلوش علينا باللايك البنات وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. الله يجازيكم بخير ومشاهده الفيديو من الاول حتى الاخير. صافي البنات غادي ندخل الكيش ديالي الفران هو مازال سخون باش يتجمع عليه هذا الفرماج، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله باذن الله. هو الشكل النهائي ديال هذا الكيش البنات ديالنا كيفاش كيجي اكثر من رائع، كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ. كما سبق وقلت بالنسبه للحشوه ديروا فيها اي حشوه بغيتو، ممكن ديروا البطاطا، ممكن ديروا الجزر، ممكن ديروا الكورجيت محكوكه، المهم كلشي الخضر ديروها محكوكه او كتجمع عليهم هاد الفرماج البنات وكيجيو اكثر من رائعين. كيجي المنظر ديالهم زوين وكيتحضروا في الدقيقه 90، كيجيو زوينين بزاف. نقطع معكم وحده من الوسط شوفوا كيفاش كتجي. هانتوما البنات كيجي طيب، كيجي رائع بزاف، شي حاجه مختلفه او شي حاجه سهله بزاف. كيجيو رائعين، ما كيجيو لا معجنين لا والو. تبعوا غير المقادير، راني عطيتكم المقادير مضبوطه. يلا حبيباتي نتمنى لا فيديو يعجبكم ويروق الاستحسان ديالكم، وان شاء الله تنوضوا توجدوا هاد لي كيش بدون عجن. كيجيو رائعين اكثر من رائعين، كيجيو غزالين، ما كياخذوش معنا وقت. يلا حبيباتي ما تنسونيش دائما من لايك. يلا نخليكم في رعايه الله وحفظه، حتى الحلقه المقبله ان شاء الله باذن الله.